السلام عليكم. مشكلة المؤمنين مع الآخرة هي في من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. مشكلة الملحدين أعمق وأكبر من ذلك، فهم لا يؤمنون أصلا بوجودها ويعتقدون أنها مجرد خدعة لجعل الناس يتصرفون على نحو أفضل في حياة لا يؤمنون بوجود شيء وراءها. لكن الجنة والنار، الثواب والعقاب، أكبر بكثير من مجرد جعل الناس يتصرفون أفضل. يقول ملحدون أن لا دليل على وجودهما غير ما يقوله لكم أنبياؤكم ورسلكم. بالتأكيد لا دليل علمي عليهما غير ما أخبرونا به. هذا هو الإيمان. لو كان هناك دليل على وجود الآخرة لما أصبح إيمانا، لكن الإيمان يتطلب هذه القفزة الشجاعة في الفراغ، حيث تؤمن بشيء بكلياته دون أن تتمكن من التحقق من كل الجزئيات. عدم وجود آخرة يعني وجود خلل في النظام الكوني. عدم وجود آخرة يعني أنك تعتقد أن العالم قائم على معادلات غير متوازنة، يعني أنك تعتقد أن العالم عبارة عن لوحة بازل كبيرة لكنها غير مكتملة القطع، بل أنها صنعت وهي غير مكتملة. الآخرة هي قطعة البازل التي تكمل اللوحة التي نراها في الدنيا. دونها ستكون الدنيا مثل جملة غير مفيدة، مثل مبتدأ بلا خبر. سيقولون: وهل يفترض أن يكتمل الأمر جملة مفيدة أو مبتدأ وخبر؟ نعم. النظام الذي بني عليه هذا الكون الذي أعد ليكون ملائما للحياة، لا يمكن أن ينتهي دون أن يكون هناك طرف آخر يوازن معادلة الدنيا. لا يمكن أن تنتهي هذه الدنيا مثل صرخة في وادي أو مثل طلقة طائشة في الظلام. سيقولون أننا نؤمن بذلك لأن فكرة الآخرة تحتوي على مواساة وعزاء تجاه من ظلمنا ولم نظفر برؤيته وهو ينال جزاءه في الدنيا. بل قد يقولون أن فكرة الآخرة وتأجيل الانتقام لحينها قد ساهم في نجاة هؤلاء الطغاة، لأن الأمل بأنهم سينالون عقابهم في الآخرة قد قوض من العزيمة على عقابهم في الدنيا. في الحقيقة فكرة جزاء الظالمين اللاحق مغرية فعلا، لكن إذا كان الأمر هكذا مجرد فكرة المواساة، فمحاسبة الطغاة لا تأتي حصرية لهم فحسب للأسف. مع حساب الطغاة سيكون هناك حساب لنا أيضا. ربما لا نكون قد اقترفنا ما اقترفوه، لكن من الصعب أن نكون واثقين من نتائج ما سيحصل معنا. لا أحد سيضحي بنفسه في سبيل أن يرى عذاب طاغية ما. نعم، فكرة العقاب الآجل لمن ظلمنا في الدنيا فكرة مغرية حتما، وفيها نوع من المواساة بلا شك، لكن الأمر أعمق بكثير. الآخرة هي التتمة المنطقية الحتمية لمجرد فكرة وجود خالق. مجرد أن تؤمن بوجود قوة عليا خلقتك، فإن الآخرة تكون نتيجتها الحتمية حتى لو لم ترسل هذه القوة رسلها. مجرد وجود قوة عليا عاقلة دبرت خلقك ووجودك، فهذا سيحتم وجود آخرة. ما دامت القوة العليا الخالقة كانت من الذكاء بحيث أنها خلقتك وخلقت الحياة، فلا بد أن تكون قد وضعت ثمة آخرة. دون هذه الآخرة لا إله، لا خالق، لا حكمة، كل شيء محض صدفة، كل شيء عبث. الإيمان بوجود خالق فحسب دون شيء آخر، كما يفعل من يسمون بالربوبيين، محض عبث. إذا آمنت بوجود خالق خلقك بوعي، فالآخرة هي الشيء الحتمي المنطقي، التتمة التي لا يمكن أن يكون هناك شيء منطقي دونها. نعم، ثمة عزاء ومواساة فيها، ولكن فيها أيضا نظام موجود في كل ركن وكل زاوية وكل جزء من أجزاء هذا العالم، ولا بد أن يكون هناك أيضا في الآخرة. بعد فكرة الآخرة سيعترضون على تفاصيلها. لماذا يحاسب على كل شيء هكذا؟ هل من المعقول أن الإله يحاسب على كل شيء على هذا النحو؟ هل من المعقول أن يحاسبنا على هذه التفاصيل الصغيرة؟ المهم ما في القلب، المهم هو مجمل الأمور. لا نسمع الاعتراضات على التفاصيل الصغيرة إلا عندما يكون التصنيف لها سيئا، أي عندما تعتبر معاصي. لكنهم يتناسون أنه يحاسب أيضا على تفاصيل إيجابية صغيرة ويثيب عليها، على ابتسامتك في وجوه الآخرين، على صدقة لفقير، على كلمة لطيفة لمحتاج، لقمة صغيرة لقطة في الطريق. لا نسمع اعتراضا على صغر هذه الأمور، فقط عندما يكون الأمر مرتبطا بشيء سلبي، رغم أن الفكرة واحدة، وأن هذه قد تحذف تلك، وأن الحساب
يجمع. سيعترضون أيضا على طبيعة الثواب والعقاب، سيقولون أن وصف الجنة محفز لمن يعيش في طبيعة صحراوية قبل 14 قرنا، ولن يكون بنفس التحفيز لمن يعيش في بيئة معتدلة الجو والطبيعة في العصر الحديث. وهذا طبعا يتم بناء على نظرة انتقائية تركز على أنهار الجنة وثمارها وتنسى الراحة النفسية، لا لغوا فيها ولا تأثيما ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذه النظرة تعامل الجنة كما لو كانت منتجعا سياحيا ب5 نجوم، سنشعر بالضجر منه بعد فترة مهما كان مترفا. وبعضهم يقولها صراحة: الجنة مملة، باعتبار أنه استحقها ودخلها وجربها ومن ثم ضجر منها. وما يدريك أن شعور الضجر سيبقى أصلا موجودا في الجنة، بل أن الحديث الصحيح ينبهنا أن ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، إن كل ما نسمعه عن أنهار الجنة وعسلها وخمرها وثمارها لا يشبه أنهار الدنيا وعسلها وخمرها إلا بالاسم فقط. ثم سيقولون أن عذاب جهنم مبالغ به جدا. هل هناك إله محب رحيم يخلق بشرا ليعذبهم على هذا النحو؟ يا للسادية. باختصار ودون دراما، ما يفعله بعض البشر في الدنيا يجعلهم يستحقون هذا العذاب، ونحن نعرف عن أجرام البشر اليوم موثقا أضعاف ما كنا نعرفه قبل سنوات. ولكن إن وصلت في اعتراضاتك لهذا التفصيل فمن الأفضل والأجدى أن تحاول أن تتجنب الوصول إلى جهنم. أكثر الاعتراضات التي يتداولها الملحدون منطقية هي ادعاء كل أصحاب الأديان التي تؤمن بالآخرة أن الجنة محتكرة من قبلهم وفقط وليس لأحد آخر، وأن جهنم طبعا هي المكان الطبيعي لكل من لا ينتمي لدينهم. وقع في هذا اليهود ومن ثم وقع فيه النصارى، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكما لو أننا قد أقسمنا على أن نحذو حذوهم فقد فعلنا الشيء نفسه رغم التحذير الواضح في القرآن. بالنسبة للملحدين أو حتى لمن هو في درجة أقل من ذلك هذا الأمر لا يبدو منطقيا. بالنسبة لليهود فإن كون الجنة حصرية لهم فهذا يعني أن أكثر من 99% من البشر سيكونون في جهنم، حيث أن نسبة اليهود أقل من 2 بالألف بين سكان العالم، أي أن أكثر من 7 مليارات من البشر في العالم الحالي سيذهب إلى جهنم، و12 مليون فقط من اليهود سيكونون في الجنة. بالنسبة للمسيحيين سيكون هناك 5 مليارات في جهنم وحوالي 2 مليار في الجنة. سيقل الرقم في الجنة ويزيد في جهنم إذا حسبنا الفرق التي تعتبر الفرق الأخرى في جهنم. نحن كمسلمين لن يختلف الوضع كثيرا، عندنا 6 مليارات في جهنم و1.5 مليار في الجنة بلس ماينس، ومع الأخذ بنظر اعتبار أن كل فرقة من فرقنا تعتبر الفرق الباقية في النار. في كل الأحوال دوما هناك تكدس وازدحام في جهنم ومساحات خالية في الجنة. سيبدو هذا بعيدا عن المنطق بالنسبة لكل مراقب محايد لا ينتمي لأحد الأديان التي تقول أن الجنة حصرية لها. ما معنى أن يخلق الله كل هؤلاء البشر ثم يرمي بثلثيهم أو أكثر في النار؟ بل ما معنى أن يذهب هؤلاء إلى النار فقط لأنهم ولدوا في الدين الخطأ، الدين الذي لن يذهب إلى الجنة، ويذهب آخرون إلى الجنة دون جهد حقيقي منهم فقط لأنهم ولدوا في الدين المحظوظ. الأمر غير منطقي. وإذا كان الإيمان بالآخرة لا يتطلب أدلة حاسمة لأنه إيمان، فأن التناقض وعدم المنطق هو آخر ما يحتاجه الإيمان. فكرة الجنة وجهنم هكذا عشوائية جدا، تعتمد على مكان ووقت الولادة الذي لا يملك أي أحد فيه أي خيار، وهذا يتناقض مع فكرة عدالة الإله الخالق نفسها. لكن إصرار كل فئة على أن الجنة محتكرة لها يجب أن لا تؤثر على فكرة الآخرة نفسها. من الطبيعي أن يحاول كل أصحاب دين أو أيديولوجية أو مذهب فكري اعتبار أن دينهم أو مذهبهم أو أيديولوجيتهم هي الأفضل وهي الأكمل. هذه طبيعة الأشياء، لا يختلف في هذا المؤمنون بدين سماوي عن مذهب وضعي. الشيوعيون يرون فكرتهم هي الأكمل لحل مشاكل العالم، كذلك يفعل الليبراليون. ولو كان الإلحاد مذهبا فكريا وليس مجرد موقف من الخالق لقال الملحدون أيضا أن الإلحاد هو الحل. هذا طبيعي تماما ولا مشكلة كبيرة فيه. لا يمكنك أن تكون مؤمنا بشيء ما لم تؤمن أنه الأفضل. المشكلة تبدأ عندما يتحول إيمانك من كون ما تؤمن به هو الأفضل إلى أن تؤمن بأنك أنت الأفضل. هنا تبدأ مشكلة ومنها تتفرع مشاكل أخرى، ومن ضمنها هذا الوهم باحتكار الجنة. الفكرة ربما تبدأ كمحاولة من المؤمنين بكل دين لتحصين أبناء إيمانهم ومنعهم من التفكير بالذهاب إلى إيمان آخر، ومع الوقت تتحول المحاولة إلى تكريس فكرة عشوائية الجنة وتناقض فكرة عدالة الإله وتعكس تحجرا في التصور، ثم تصبح واحدة من المآخذ والحجج ضد الدين وعقيدته. لكن ماذا تقول النصوص القرآنية عن هذا الأمر؟ نعرف ما يقوله المؤمنون ونفهمه في سياق تطور وتراكم بالتدريج يصل إلى هذا، ولكن ماذا تقول النصوص الدينية؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. بل أن النصوص تحذر
من الذهاب إلى ما ذهبت إليه الأمم السابقة من وهم احتكار الجنة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لدينا مشاكل كبيرة مع هذه النصوص فهي تهدد احتكارنا للجنة، لذلك فإننا نلجأ إلى تفسيرات تجعل المقصود بهذه الآيات بشر عاشوا في زمان آخر سبق الإسلام مثلا، أو الذين أسلموا من هؤلاء إلى آخره، أو على الأقل هناك استحضار لنصوص أخرى تشير إلى وقوع جزء من هؤلاء في كفر. ويتم تناسي أن لفظة الكفر عندما تقال كفعل لقد كفر فإنها لا تعني بالضبط الكافرون الكافرين أي الذي لازمتهم صفة الكفر. هل هذا يعني أن النصارى واليهود وكلهم في الجنة؟ لا طبعا، ولا نحن أيضا. ليس لأحد أن يتدخل في هذا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. الله يفصل في الأمر، ليس شغلنا. ليس شغلنا من يدخل الجنة ومن يدخل النار ولا حتى أنجلينا جولي. شغلنا هو أن نحاول أن ندخل نحن الجنة. هذا ما تقوله النصوص القرآنية. فلننتبه هنا، الملحدون الذين يدعون أنهم يرفضون الآخرة بسبب احتكار الجنة يثبتون أنهم أكثر تقليدية من التقليدين، أنهم يأخذون الدين من أقوال الشيوخ ورجال الدين وليس من نصوصه الأصلية.